هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا. اغلب الناس اللي بتتمرن وهي بتتمرن بتركز فقط على الانقباض وهي طالعه، عمليه الكونسنتريك. الانقباض بينقسم لقسمين. اول حاجه نوع الانقباض ده اسمه نوع متحرك، حاجه اسمها ايزوتونيك. ايزوتونيك ده بيتكون من حركتين، وانت طالع بيبقى انقباض بتبقى حاجه اسمها كونسنتريك، وانت نازل بيبقى انقباض برضه حاجه اسمها ايسنتريك. وفي بعض البروجرام بيبقى معموله على الايسنتريك تريننج فقط، يعني بتركز فقط على عمليه التطويل اللي هي عمليه الرجوع. وخد بالك كل ما انت بتركز اكتر في تمرين التطويل بتعمل معاك اكتر مسل تير، بتقطع اكتر الياف العضليه، بتعمل اكتر تنشن على العضلات، بتعمل تركيز عليها. يعني التمرين بالتطويل افضل من التمرين بالتقصير في بعض الاحيان، وهيفرق معاك كتير قوي في عمليه الضخامه العضليه لو حابب برضه تعمل ضخامه عضليه. فالموضوع كله مش قائم فقط ان انت بتعمل الكونتراكشن وانت طالع وتهمل الحركه زي كتير من الناس اللي بتعملها وتنزل بسرعه. مش بس ان انت تطلع وتركز على عمليه الصعود، ركز ايضا على عمليه الهبوط، ركز فيها قوي. وخد بالك كلمه ريلاكسيشن ما بتقامش هنا في عمليه الانقباض والانبساط على العضله، بتقام على عضلات ثانيه هي اللي بتعمل ريلاكسيشن في الحركه. العضلات المواجهه الانتاجونست هي اللي بتعمل ريلاكسيشن. يعني انا بتمرن صدر، الناحيه الثانيه عضلات الباك هي اللي بتعمل ريلاكسيشن. بيحصل هنا عمليه الانقباض الكونسنتريك، الناحيه الثانيه بيحصل عمليه ايسنتريك، وهكذا بيتبادلوا الادوار. طب هل العضلات المعاكسه بتستفيد او العضلات المواجهه بتستفيد؟ مش بتستفيد. اكتر عضلات بتستفيد هي العضلات البرايم موفر او الاجونست هي اللي بتستفيد، والباقي ما بيستفيدش. حتى العضلات المساعده بتستفيد بنسب بسيطه. تحياتي، ركز على الايسنتريك، ركز على التطويل، وخد بالك ده نوع من انواع الانقباضات ما تهملهوش. ايه تاني ممكن نقوله؟ اعمل شير عشان تفيد غيرك. تحياتي، اقفل يا ابني.